بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مفاده بيحثنا على العمل وعلى الجد والاجتهاد وعلى النجاح، وبالتأكيد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولا نعجز، وعدم اليأس والاستسلام. ديل كارنيجي له مقولة مشهورة ومعروفة عن النجاح، بيقول فيها ايه؟ بيقول: أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح أو إما أن أنجح. يعني مفيش سبيل ولا طريق إلا النجاح للوصول للهدف اللي هو حدده. ومن المعروف إن طريق النجاح مش مفروش بالورود ولا بيكون سهل، أكيد بنخطو فيه خطوات، وأكيد بنتعرض للعثرات. موضوعنا النهاردة في حلقتنا النهاردة من برنامج قوارير هنتكلم فيها عن كيف أكون امرأة ناجحة، ما هي خطوات النجاح وكيف أخطوها، وماذا لو حصل بعض الإخفاقات، إزاي أقوم وأكمل الطريق بدون إحباط أو يأس. هنناقش إن شاء الله الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة أمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش. أهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم في البداية عن النجاح. هل النجاح مرتبط بدراسة؟ هل النجاح مرتبط بعمل أو تحقيق بعض الإنجازات؟ زي ما كتير من الناس فاهمة وتعتبر إن المرأة التي لا تعمل ولا تدرس ومجرد إنها ربة بيت غير معرضة للنجاح ومفيش أي حاجة ممكن تنجح فيها. هل المقولة دي صحيحة؟ مبدئيا النجاح مرتبط بالرؤية، بوجود الرؤية. يعني رؤيتك، أو بغض النظر أنت سيدة عاملة، ربة منزل، بغض النظر عن وضعك الاجتماعي أو وضعك الأكاديمي، مستواك العلمي، بغض النظر عن وضعك المادي، هي الصورة الذهنية اللي نحملها للمستقبل المشرق أمامنا. فرؤيتك اللي تصف إنجازاتك في كل جوانب حياتك عموما هي مصدر الإلهام، وهي الشيء اللي أنت تتخيليه، يعني تتخيلي نجاحك في مجال معين في الحياة، فبالتالي تعملي على بعض الخطوات حتى تصلي لهذه الصورة الذهنية أو الرؤية، فهنا نقول إنك نجحتي في المجال الفلاني. أما النجاح عموما، النجاح في الحياة عموما بيؤخذ باعتبار جوانب الحياة بشكل عام، يعني بتوازن أو باتساق، بلا إفراط أو تفريط في أي جانب من الجوانب. نعم. ممتاز جدا. طيب أكيد طريق النجاح زي ما قلت في البداية في المقدمة طريق مش سهل ومش مفروش بالورود وإن أي حد يقدر ينجح فهينجح بسهولة. أكيد في خطوات لابد إن احنا نخطوها علشان ننجح. نتكلم مع حضرتك عن خطوات النجاح وإزاي أبدأ الخطوات دي. فعلا، طبعا النجاح زي ما قلنا هو الوصول للأهداف مع المحافظة على القيم. فيعني في شرط أساسي إنك تحافظي على القيم والتوازن في كل مجالات الحياة، بحيث إنه لما تنجحي في مجال معين ما تكوني أضريتي بأي مجال آخر، يعني يكون في توازن بشكل عام، وفي نفس الوقت يكون فيه محافظة على القيم. فهنا الخطوات اللي بتحتاجها أي وحدة إنه أول شيء تثبت الأصول، يعني إنه يعني القيم تكون واضحة. أيوة. الأصل هويتك، من أنت، يعني ما يكون في شيء يعزز من القيم، يعني ما يكون في شيء يهز القيم هذه، وتكون ثابتة وتصلي للهدف مع الأصل، يعني الوصول مع الأصول. يعني النجاح لو تخطى قيم ومبادئ معينة تربت عليها المرأة المسلمة هنا لا يعد نجاح، يعني ممكن نعتبره ان ده إخفاق أصلا مش نجاح. بالضبط، يعني ممكن نجيب مثال للتقريب. خلينا نقول مثلا واحدة ناجحة أكاديميا، سيدة مثلا
عاملة في مجال ما، أو عندها مثلا مشاريع، أو بزنس وومن يعني. فلما تكون ناجحة في هذا المجال اللي هو المجال المادي أو المجال العلمي، في نفس الوقت مهملة مثلا الجانب الأسري أو الجانب أيوة بالظبط. الاجتماعي أو الديني حتى، فهنا ما نقدر نقول إنها إنسانة ناجحة. هي ناجحة في المجال الواحد اللي هو المادي أو الأكاديمي أو الأكاديمي. إيش ما كان. نعم، بالظبط. لكن ليست ناجحة بصفة عامة. ممتاز جدا. يعني النجاح لابد ان هو يكون على كافة الأصعدة. ما ينفعش أتكلم وأقول إن فلانة ناجحة وهي مجرد زي ما حضرتك قلتي ناجحة مثلا في جانب أكاديمي أو في جانب عملي، وعلى الجانب الاجتماعي والعلاقات المجتمعية والأسرية وما إلى ذلك الحياة فيها إخفاقات كتيرة جدا وصعبة، فبالتالي لا، هنا لا يعد نجاح. طيب دي الخطوة الأولى اللي حضرتك اتكلمتي عنها، إن لابد إن يكون النجاح بعيدا عن تخطي القيم والمبادئ. ثم الخطوة التالية إيه للنجاح؟ الخطوة التالية هي أنه يكون عندك رؤية واضحة. يعني أنا فين أبغى أوصل في المجال الفلاني، إيش الشكل اللي أبغى أوصل له. رؤية اللي هي خلينا نقول هي تخيلية طبعا، بس تكون واضحة. أوكي، أنا أبغى يكون عندي أبراج سكنية في المكان الفلاني، مثلا أكون غنية لدرجة أنه يكون عندي مشاريع أعمال خيرية مثلا في البلد الفلاني. أكون ربة أسرة ناجحة لدرجة أنه أوصل أبنائي مثلا لأنهم يحفظوا القرآن في العمر الفلاني مثلا، أحدد. أكون أنا إنسانة مثلا ناجحة جدا في المجال الديني أو الروحاني، بأنه أحضر يكون معي شهادات، خلينا نقول ختم القرآن، أو إني تعليم مثلا الأطفال أو تعليم السيدات، وهكذا. فتكون عندي الصورة الذهنية واضحة. لو هي واضحة أقدر أكتبها، لكن لو هي ما هي واضحة ما أقدر أكتبها. شرط أساسي إني أقدر أكتب الحلم أو الرؤية حقتي، أصيغه صياغة. يعني أقول أبغى أكون كده، أو أريد أن أحصل على كذا في الوقت الفلاني بعد 5 سنوات أو بعد يعني كمان سنوات. بحدد المدة الزمنية. يعني أنا بحدد الهدف بتاعي يكون واضح وبكتبه قدامي، وجنبه المدة الزمنية اللي أنا هحقق فيها الهدف ده. أيوة، لأنه لو ما كانت واضحة، يعني لو المدة الزمنية مش واضحة، أو الهدف نفسه أو الرؤية نفسها مش واضحة، فما عندي شيء أسعى له. يعني لازم يكون عندي شيء واضح أسعى له. لو ما هو واضح، فخطوات اللي حتيجي في الطريق ما حتكون واضحة، ما حتكون ثابتة، ما حيكون في التزام فيها. يعني حيكون في تسويف، حتيجي يعني الأمور التانية اللي تحبط أو إنها تهبط من هذا النجاح في الوصول للنجاح في هذا المكان. نعم بالضبط. طيب احنا كده حددنا الهدف وكتبناه والمدة الزمنية عرفناها. علشان أوصل لهذا الهدف المفروض إن أنا في خطوات معينة. أنا خلاص عرفت هدفي إيه، ولكن هل الهدف ده ممكن يكون مش متوافق مع قدراتي أو مع طاقاتي أو حتى مع مجالي العلمي؟ هل لابد أن يكون الهدف الخاص بي متوافق مع دراستي؟ ممتاز. سؤال جميل جدا، لأنه حيودينا على أسباب الإخفاق. يعني واحدة من أسباب الإخفاق أو عدم النجاح في الوصول للهدف هي إنه ممكن إنه الهدف هذا لا يناسبني في الوضع الحالي. يعني ما يناسب ظروفي الحالية، ما يناسب وضعي الاجتماعي، وضعي المادي لا يناسب. ممكن كان مناسب السنة اللي فاتت، ممكن كان مناسب قبل 5 سنوات، لكن الآن أصبح غير مناسب بسبب اختلاف أو تغييرات معينة في وضعي الحالي. فلما نيجي نراجع يعني إحنا الآن إيش إمكانياتنا، بناخد يعني بناء على هذه الإمكانيات بنحدد أنا إيش أقدر أسوي الآن. ما بنحدد الرؤية
أو الهدف البعيد ما بيتحدد بإمكانياتي وبوضعي الحالي الآن، بيتحدد بأنا فين أبغى أوصل، يعني بغض النظر عن إمكانياتي حاليا. أنا حاخد الإمكانيات هذه وأشتغل عليها وأرفعها شوية شوية شوية، درجة درجة درجة، حتى إنه أوصلها أو أوصل بيها بعد ما أحسنها وأشتغل عليها أوصل بيها للرؤية أو للهدف البعيد يعني. تمام. نعم. طيب حضرتك ذكرتي إن من ضمن أسباب الإخفاقات وعدم تحقيق الأهداف إن ما يكونش فيه توافق ما بين دراستي أو قدرتي وما بين الهدف أو الحاجة اللي أنا حابب أنجح فيها. إيه تاني من الأسباب اللي ممكن تؤدي لإخفاقات؟ والحقيقة إحنا ما بنحبش كلمة فشل، فإحنا فعلا دايما نردد كلمة إخفاق، لأن يعني كلمة فشل بتكون ثقيلة على القلب إلى حد ما. فنتكلم عن أسباب الإخفاقات اللي ممكن تحصل علشان نحاول نتجنبها. طبعا الأسباب كثيرة. أول شيء زي ما قلنا اللي هي تغير الوضع الحالي، يعني يتغير وضعي أو إمكانياتي تتغير، ظروفي تتغير، هذا واحد. الشيء الثاني يكون إنه نفس الرؤية اللي أنا كانت عندي إياها قبل 5 سنوات أصبحت يعني شيء غير محبب الآن. يعني الرؤية نفسها اتغير تفكيري، اتغيرت اتجاهاتي. بالضبط، غيرت مجال الدراسي مثلا. بالضبط. فبالتالي تغير مساري الأكاديمي أو مساري العملي، فأصبح فيه تغيير. طيب غير كده ممكن تكون نفس الخطط اللي أنا حطيتها أو الأهداف الصغيرة اللي حطيتها اللي حمشي عليها عشان أوصل للرؤية اللي جاية لقدام، نفسها تكون غير ثابتة، يعني ركيكة، ما لا تستوفي الشروط، أو أنا أصبحت مهملة، إنه مو مهتمة كثير. صرت أشوف إنه يعني أصبح واجب علي مثلا، يعني يملى علي من المجتمع، ما هو شيء، ما في محفز داخلي مني، أصبح الحافز خارجي. بالضبط. فلما يكون الحافز خارجي ما بنستمر على نفس الخطوات، يعني ما بيكون نفسنا قصير فعلا. النفس الطويل في العمل بيجي من التحفيز الداخلي. وهكذا يعني. نعم. تمام. بعض الناس لما بتحط أهدافها اللي حابة إنها توصل ليها بتحط أهداف فوق قدراتها، وللأسف بترجع تحبط إنها ما قدرتش تنجح في الأهداف دي. يعني مع بداية كل عام كل واحد فينا بيقعد مع نفسه ويجيب دفتر وقلم وبيكتب اللي هو حابب انه يقدم عليه في العام او ينجز ايه في العام المقبل. ناس بتكتب حفظ القرآن الكريم، استكمال الماجستير، وحاجات كتير جدا جدا، يعني لستة طويلة جدا. وفي الاخر بعد ما بتخلص السنة بيتفاجئوا ان هم يمكن ما عملوش اي حاجة غير حاجة واحدة بس من اللي كانوا كاتبينها، نظرا لكثرة الأهداف اللي حاطينها علشان ينجحوا فيها وبعيدة عن قدراتهم وعن استطاعتهم. ده يخلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا يا أستاذة أمال. لما أحط أهداف ليا وابقى عايز أو بطمح إن أنا أنجح فيها، المفروض كيف أضع بعض الطموحات ليا أو بعض الآمال ليا إن أنا أحققها في مدة معينة، أحطها والكيفية تكون إزاي؟ هل كل واحد فينا هيقعد يقول أنا عندي قدر من الذكاء معين فهينفع أحط الهدف ده، أنا ذكي شوية فينفع أحط الهدف ده، ولا بنحط الأهداف إزاي؟ طيب، طبعا مشوار تطوير الذات يعني هي رحلة طويلة. طبعا تبدأ بأول شيء معرفة نفسك، معرفة ذاتك، من أنت، كيف يعني ما هي إمكانياتك، نقاط قوتك، نقاط ضعفك، كيف ممكن تعززي نقاط القوة هذه تشتغلي عليها، كيف ممكن يعني تشتغلي على نقاط الضعف بإدراك، يعني بوعي. يعني أنا عارفة أنه أنا ضعيفة في المجال هذا، لكن أنا ممكن أعمل
كذا وكذا حتى إيش أغطي على الضعف هذا. فبالتالي لما تبدأي خلاص تكوني يعني متعرفة على نفسك بالشكل كافي، تقدري الآن إنك توصلي لمرحلة إنه طيب أنا حالياً أقدر أو أحتاج أشتغل على كذا وكذا وكذا. حتكوني مدركة وواعية للأشياء اللي أنت بحاجة إليها أو الأشياء اللي أنت تستطيعين العمل عليها وتحدديها كأهداف. ما هو كله بيبدأ بيكي، يعني بعد ما تتمكني من التعرف على ذاتك بعد كده حيكون سهل إنك تحددي تكتبيها كخطوات أو كأهداف. هدفي في المرحلة القادمة إنه أكون أحصل مثلا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه زي ما حضرتك ذكرتي، أو هدف في المجال الأكاديمي أو العلمي. هدفي في المجال العملي مثلا إني ألتحق بالمؤسسة الفلانية أو بالشركة أو إني أفتح مشروعي الخاص. هدفي في المجال كذا وهكذا. فنحدد تقريبا. أنا يعني ما أحب إنه نتحمس مرة ونحط كذا هدف في كل مجال، لا، هدف واحد. هدف واحد. يعني الحياة شوية بتكون صعبة والظروف بتتغير، فنكون لطفاء مع أنفسنا شوية شوية. هدف واحد لكل مجال، والهدف هذا ما يكون شيء يعني صعب المنال، لا، يكون شيء أقدر أنا أستطيع أني أحققه وأشتغل عليه. ممتاز. لو اخترت يعني من البداية، لو اخترت هدف صعب، أبغى أكون مليونيرة وأنا لا أملك ولا شيء الآن، لكن في خلال 5 سنوات أبغى أكون مليونيرة، شوية صعب. فلما أسوي أهداف كده صعبة، أنا بصعب على نفسي العمل عليها. بالزبط. يعني حيكون في تحكم، حيكون في تعب، إرهاق. يا شيخة معلش اليوم أرتاح، مو شرط. دايما حاسة بخيبة الأمل، وحاسة إن أنا مش قادرة أنجز، وبحس إن أنا ضعيفة. وفي نساء أو بنات كتير يقعدوا مع أنفسهم يبكوا، لا أنا فاشلة، أنا مش عارفة أعمل أي حاجة، فبجيب لنفسي الإحباط بإيدي. بالضبط. وكمان في حاجة تانية، إني بشوف الآخرين، يعني مثلا أقارن نفسي مع فلانة وفلان ووصلوا وسافروا وراحوا وعملوا وأنا قاعدة في مكاني ما عملت حاجة. إيش الخيبة هذه؟ لا، مو كده، لا، أقارن نفسي مع نفسي مثلا السنة اللي فاتت. خلينا يعني كل ناخد فترة رمضان مثلا كتجديد. أنا بشوف إنه رمضان بيكون فترة كويسة إنه الواحد يتأمل ويفكر، يعني يعمل بوز، يوقف كل حاجة، يريح شوية، يعني سرعة اليوم بتخف، يهدي كل شيء ويبدأ يتفكر في نفسه وفي إيش كان يعمل طول السنة اللي فاتت. وفي رمضان هذا هل قاعد يحسن من رمضان اللي يعني من كيف ما كان في رمضان الماضي، ولا هو نفسه قاعد يكرر نفسه زي ما هو. إذا أنا قاعد أكرر نفسي زي ما أنا في كل سنة، فأنا ما حروح ولا مكان، حفضل مكاني. لكن لو أنا قاعدة أجتهد مثلا أضيف حاجة جديدة، أدخل عادة جديدة، روتين جديد في كل مثلا فترة وفترة، أراجع نفسي كل 3 شهور، كل شهر، شايفة، وأفضل إيش أضيف حاجة بسيطة، عادة بسيطة صغيرة، وأثبتها في يومياتي تضيف لي شيء، وهكذا. بالضبط. هو الحقيقة هو دايما رمضان شهر التغيير، وكل واحد فينا بيبقى عارف الصفات المش كويسة فيه، الحاجات اللي حابب يغيرها، وبنستغل دايما شهر الخير والبركة انه يكون داعم وحافز لينا كلنا ان احنا نتغير للأفضل. أستاذة أمال، في مقولة بتقول ان نجاح المرأة متوقف بقوة جدا على ان المرأة دي تكون شخصيتها قوية جدا وعندها ثقة في نفسها عالية جدا. هل المقولة دي صحيحة ولا لا؟ أوكي، خلينا نتفق الأول على مصطلح قوة الشخصية. الشخصية القوية هي يعني طبعا في ستيغما أو في حاجة إنه شخصية قوية يعني واو فظيعة ورهيبة. لا، مو كده. الشخصية القوية هي إنه يكون عندها القدرة على إدارة الضغوط. الشخصية القوية هي اللي عندها القدرة على التحدي،
هي اللي عندها القدرة على رؤية الفرص، اقتناصها. هي يعني عندها قدرة على المبادرة، على العمل. فالشخصية القوية شخصية جميلة جدا، يعني قوة الشخصية مهم. نفس الشيء الثقة بالنفس، يعني الإنسان الواثقة من نفسها هي اللي عندها الشعور بإمكانية الإنجاز. ما هي واثقة من نفسها، ليش؟ لأنه هي عارفة إنها هي تقدر تنجز المهام، وعندها استمرارية في العمل. يعني ما بتقعد، يعني ما بتبدأ حاجة وتخليها في النص، بتستمر، لأنها واثقة من نفسها بأنها حتوصل لو استمرت، وتعرف هي ده الشيء من خلال خبراتها وتجاربها. فبالتالي بالنظر إلى هذه المهارات نجد أنه من صالح المرأة الساعية للنجاح أنه يكون عندها قوة شخصية ويكون عندها ثقة في النفس. ضروري جدا، هذه مهارات مهمة. ليش؟ لأنه طبعا هذه المهارات ما تكتسب هكذا، هي تكتسب من الخبرات، بتكتسب من التدريب، من التمارين، التدريبات. فبالتالي حتى احنا في دوراتنا اللي بنعطيها للنساء عموما، يعني بنركز كثير على قوة شخصيتها، على ثقتها في نفسها، بنعزز على ثقتها بنفسها، لأنه هي الأشياء هذه اللي حتعينها على النجاح في كل مجالات حياتها. هي اللي حتخليها تمشي وتستمر وتبادر وتقتنص الفرص وتشوفها. يعني هذه أشياء صعبة أنه تكون موجودة في أي أحد، إلا أنها تكون شخصيتها قوية ويكون عندها ثقة في نفسها عالية. تمام. أخيرا أستاذة أمال، قبل الختام، ماذا لو في حالة الإخفاق، لو أنا أخفقت في شيء وما نجحتش فيه، وللأسف الإخفاق ده تكرر بدل المرة مرة واثنين وثلاثة، إزاي أقوم مرة تانية وأقف على رجلي وأحاول، ولا يعني أشعر بالإحباط ويأس وخلاص أنا فشلت ومش هقدر أكمل؟ إزاي أقوم من العثرات اللي تعرضت ليها؟ طيب، طبعا في حالة الإخفاق المتكرر لابد من، يعني أولا من مراجعة الأهداف. يعني زي ما ذكرنا في الأول أنه ممكن يكون في خلل في الأهداف الموضوعة، أنها ما تكون مناسبة، فقد لا تكون مناسبة للمرحلة الحالية اللي أنا فيها. طيب، ممكن مراجعة أيضا الخطط الموضوعة. ممكن الخطط اللي أنا حاطاها يعني ما هي مناسبة للمرحلة الحالية أو لإمكانياتي. فبالتالي بعد مراجعة الأهداف، تعديلها، تغييرها، أو الإبقاء عليها، نراجع الخطة، نراجع صياغتها بما يتناسب مع وضعنا الحالي. أحيانا كثيرة تكمن المشكلة في عدم استيعاب الدروس. يعني أنا لما أخفق مرة بعد مرة ففي رسالة هنا، في شيء، في يعني رسالة مهمة إنه لازم أفهمها، إنه أنا عندي مشكلة. أيوة، عندي مشكلة في مكان ما. إيش هي المشكلة هذه؟ قد تكون مهارات مطلوبة للوصول لهذا الهدف ما هي موجودة عندي، أو تكون ضعيفة، لم أتمكن منها بعد. فما يصير أحلم بشيء أنا ما عندي القوة الكافية إني أوصل له. فالإخفاق عموما هو وسيلة، يعني أتعلم بها أين أخطأت وكيف ولماذا. فبالتالي هي وسيلة لإعادة تصويب الأهداف مرة أخرى. نعم. هو طريق للنجاح. نعم. تمام. بشكرك جدا في النهاية الأستاذة آمال عبد القادر، مدربة التنمية البشرية واللايف كوتش، على تواجد حضرتك معنا وعلى هذا الطرح المميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل نساء وبنات المسلمين ناجحات ومتفوقات، ويبعدنا كل البعد عن الإخفاقات. وفي حالة حدوث الإخفاق نقوم مرة تانية ونستعين بالله سبحانه وتعالى ولا نعجز. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.